هل تخيلت كيف كانت خدمة العملاء قبل 4000 سنة؟ بالطبع، لم يكن هناك خط ساخن ولا تطبيقات إنترنت، لكننا في هذا الفيديو سنعرض عليك أقدم شكوى من عميل ضد تاجر في التاريخ. قبل 4000 عام كان الإنسان يعيش في العصر البرونزي، وكان في العراق رجل يدعى ناني اشترى قطعة نحاس من تاجر يدعى يانصر، وعندما عاد ناني لمنزله لم تعجبه قطعة النحاس. بعدها ذهب للتاجر ليسترد نقوده، لكن التاجر عامله بشكل سيء. هنا قرر ناني أن يكون أول عميل يشكو منتجاً في التاريخ، فكتب شكواه على لوح من الطين وأرسلها إليه. العجيب أن التاجر رغم ظلمه للعميل لم يهمل اللوح الطيني، وظل موجوداً ليبقى أثراً يكتشفه العلماء الآن بعد مرور 4000 عام.